كفتة ال10 دقايق، سهلة ولذيذة واللي هياكلها مش هيصدق غير إنها طرب. وهنعمل جنبها رز بسمتي بالخضار. هنبتدي بالكفتة والمكونات: نص كيلو لحمة مفرومة، معلقتين دهن مفروم، بصلة مفرومة ناعم متصفية، معلقتين بقدونس مفروم. والمكون الأساسي معانا هو كوباية رز أبيض بايت. لو عندك رز أبيض بايت من يوم قبله أو حاجة هنستخدمها وإن شاء الله هتطلع حاجة جامدة جدا. والبهارات معانا: معلقة ملح صغيرة، نص معلقة فلفل أسود، نص معلقة توم باودر، نص معلقة بصل باودر، معلقة بابريكا، معلقة زعتر، ورشة قرفة ورشة جنزبيل، ومعلقة كزبرة. ولو حابة تضيفي مكعب ماجي يبقى كويس. هنحط المكونات كلها، هنضيف كل المكونات كده مع بعض، محدش هيصدق غير انها طرب، وانتي هتشوفي شكلها في الاخر. هنحط البهارات كلها وهنبتدي بقى العجن. اعجني بقى على قد ما تقدري، نعميها على قد ما تقدري لحد ما اللحمه تمط معاكي ويطلع لها العرق اللي بيشد كده منه. ما تبخليش عليها خالص بالعجن. نبدا نعجن لحد ما المكونات تتداخل مع بعضها. بس شفتي بقت عامله ازاي؟ ده القوام المطلوب بالظبط. العرق بيشد معاكي اهو، اللحمه طلع لها عرق كده وخيوط بتمط معاكي. هنبتدي بقى نصبعها. هنصبعها صوابع كبيره شويه عشان هي هتكش مننا حاجه بسيطه واحنا بنقليها في الزيت. الحجم ده مناسب جدا. ما شاء الله نص كيلو هيعمل معاكي كميه مناسبه قوي كده بالظبط. ايوه شوفي الصباع عامل ازاي، ما شاء الله. خلص الكميه كلها وارجع لكم تاني. ما شاء الله دي الكميه بعد ما خلصت، ده نص كيلو. اللهم بارك. ده المقاس المناسب للصوابع عشان قلنا زي ما قلنا لما هنيجي نقليها في الزيت ان شاء الله. ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناه. دلوقتي هنقليها في زيت درجه حرارته متوسطه مش عاليه. هنبتدي نحط كده الكفته واحده واحده. خلي كده مسافات ما بينهم. اهم حاجه درجه حراره الزيت تبقى متوسطه عشان تستوي براحتها من بره ومن جوه. هنبتدي نقلي بقى الكفته اول ما الجزء اللي تحت ياخد لون معانا. جميله جدا، هتعجبكم قوي لما تجربوها، مبتاخدش وقت خالص. دي درجه حراره متوسطه. نبتدي كده نقلب ندخلهم من بعض شويه عشان نعرف نقلبهم. ما شاء الله الكميه دي كلها من نص كيلو لحمه مفرومه. انت لو عندك لحمه اقل ممكن تعملي اقل عادي. لو بقى دي نص الكميه، انا كده بقى لي نص الكميه، الباقي شيلته في الفريزر. بتشيليه وبتطلعيه قبل الاستخدام ب5 دقايق. اول ما بتسيبيها بتفك على طول وتبتدي تقليها. بسم الله ما شاء الله. بصي بصي شكل الصباع بقى عامل ازاي. بصي طرب، طعمها مختلف بس جميله جدا وجوسي من جوه. والدهنه هتخليها كده زي ما بيقولوا ايه طريه خالص. بس ده اللون المناسب. بس ما شاء الله شفتي كش شويه ازاي. هنطلع الكميه كلهم واوريكم شكلها في النهايه. صفيها كويس جدا من الزيت. هي عامه مش يعني هتلاقيها مش شاربه معاكي زيت خالص ان شاء الله. ودي النتيجة النهائية. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، ويا رب ان شاء الله تكون عجبتكم.